السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. لو اول مرة تشوف القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. ضني جوز ياسمين عمل فيديو، يعني مش عارفين، يعني احنا عايزين نحلها له وعايزين نحل المشكلة، ولكن المشكلة ما بتتحلش. هو قال كل اللي انا فيه ده سببه امي وابويا، او ابويا اكتر، لان انا من الاول كنت مانع موضوع القنوات، لان هو شايف. هو قال انا ما كانش ليا في موضوع القنوات، ولكن انا وافقت على موضوع القنوات دوت علشان خاطر انا دخلت عيلة واتجوزت واحدة عيلتها كلها في السوشيال ميديا، عشان كده انا عملت قناة. فحتة ان انتوا تخشوا، كان رافض اهله لان بيقول اليوتيوب مليان سب اعراض ومليان مشاكل، وقال من الاخر كده يا جماعة الفضايح بتجيب فلوس حلوة قوي قوي قوي. وقلت لابويا بلاش، ومع ذلك ابويا صمم وقال لا هعمل، يعني ودخل مش عارفة اكلم مين ست مين، وامي كلمت مين، والاتنين الناس اللي كلموهم بدون ذكر اسماء طلعوا اسرار. هو اللي بيقول اسرار بيته، اسرار بنته، يعني اسرار مراته بره. ف قال انا دلوقتي محتار، انا بكلم ام صدفه، غالبا قصده صدفه كبيره، عشان موضوع القضيه بتاعت كريم وامه اللي واخده فيها حكم. هي ممانعه ومعانده، وامي كمان معانده، وانا بين الاتنين ومش عارف احلها ازاي. حاسس ان هم واخدين سيرتي للشهرة، يعني بيشتغلوا عليا مش للشهرة، يعني واخدين سيرتي عشان يطلعوا عليها. ما اظنش يا ضني ان هم واخدين سيرتك عشان يطلعوا عليها، ولكن الست أمونة يعني المحتوى بتاعها بتطلع ترد على اللي بيشتمها، ولكن هي محتواها ايه؟ بتطلع مع اصحابها، بتطلع مش عارف ايه، وتقولك عشان انا وحيدة وانتوا اهلي وانتوا حبايبي وانتوا والكلام ده كله. ف هو بيقول انا لو هحل المشاكل يبقى هحل مشاكل بالطلاق. برضو نرد عليك في الحتة دي، تضني امك قالت ان هي عمرها ما هتوافق بالطلاقك من ياسمين في اخر فيديو عملته، لان كانت بتقول لصدفة خليك انت بعيد يا صدفة، ولو علشان بيت اختك ما يتخربش، وحتى لو ضني جالي وقال لي هخرب البيت هقول له لا وربنا يسعدهم. ضني حابب طبعا ياسمين جدا وحاسس بقيمتها، وده اللي بيقوله. وفي الاخر قال يعني انا حسيت بقيمتها في السنة اللي بعدت عنها، وهي حست بقيمتي في السنة اللي هي بعدت عني فيها. فاحنا مش هنفرط في بعض، عمرنا ما هنيجي على بعض تاني، عمرنا ما هنعمل حاجة وحشة تاني. ده شيء يذكر له طبعا. وفي الاخر قال انا ماليش دعوة، خليني مع مراتي وابني ديت عندي بالدنيا وما فيها، مش عايز حاجة تانية، كفاية ان هم كويسين، واللي هيجيب سيرة مراتي يبقى ربنا ينتقم منه ويجي ويحط عليه. ربنا يا رب يصبرك. انا مش عارفه اقول لك ايه. يعني احنا هنتحاسب على اهالينا، واهالينا كمان هيتحاسبوا علينا، ولكن معلش انت قلت انا بعمل لربنا، فكمل جميلك وافضل اعمل لربنا على طول. ربنا هيديك ثواب، هيجازيك خير، هيعوضك خير على الحالة اللي انت فيها دي يا ضني. فحاول بقدر الامكان انك انت ما تخضعش للشيطان. هو في الاخر قفل على انه يحافظ على بيته. اتمنى المتابعين اللي بتخش وتعلق له تعليقات وحشه، ده انا في ناس بتخش تعلق لي انا وتقولي انتي مع العاق ازاي، ده امه. لا انا ولا مع العاق ولا مع امه، ولكن احنا عايزين البيت يفضل مستور زي ما ضني ما قالت بالظبط. نتمنى يا رب ان الموضوع يتحل على خير، ويبعد كل شيء وحش، والاهالي تفكر في عيالها شويه ويعدي الموقف دوت. امين يا رب العالمين، ويكرمنا جميعا. ويا رب يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم ويصلح لهم الحال، والحوار ده يخلص بقى والناس تشوف محتوياتها على خير. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي. يلا سلام عليكم.